طول عمرنا بنسمع عن منصات التواصل الاجتماعي، لكن انت سمعت قبل كده عن منصات التمويل الجماعي؟ لو ما كنتش تعرف تعال احكي لك. ملاحظ معايا ان الفترة الأخيرة بقينا بنشوف اختراعات كتير جديدة ليها علاقة بمعدات التصوير، زي مثلا الاختراعات دي. بس سألت نفسك قبل كده ليه الاختراعات دي كترت دلوقتي عن الأول؟ أو سألت نفسك السؤال الأهم، هي الناس دي بتجيب فلوس منين عشان تعرف تعمل كل ده؟ خصوصا انك لو دورت ورا المنتجات دي هتلاقي ان معظمها ستارت ابس وشركات صغيره بيجيبوا الفلوس منين عشان ينفذوا الافكار بتاعتهم. هنا اقدر اقول لك ان هم بيجيبوها من منصات الكراود فاندنج او التمويل الجماعي. ايه بقى قصه التمويل الجماعي دي؟ سنه 2000 ظهرت اول منصه للتمويل الجماعي اسمها ارتست شير، والنهارده بعد 23 سنه بقى في منصات كتير جدا للتمويل الجماعي حوالين العالم، ومن اشهرهم جو فاند مي وكراود رايز وكيك ستارت. بس برضو ازاي المنصات دي بتشتغل، او ازاي الناس دي بتقدر تعرض افكارها وتاخد فلوس من الناس؟ بص يا سيدي، الموضوع ببساطه ان انت لو عندك فكره منتج معين بتعرض فكرتك على الموقع ده، وبتعمل ماركتنج كامبين محترمه، تعمل كمان اول بروتوتايب للمنتج بتاعك. انت مش هتعمل برودكشن خالص، هيبقى عندك الكونسبت وتطلع البروتوتايب للمنتج بتاعك وتفهم الناس بيشتغل ازاي وايه هي مميزاته وازاي هيفيدهم في حياتهم، وبتحدد المبلغ اللي انت محتاجه عشان تبدا انتاج، وده بيكون مبلغ التمويل. وكل ما كنت شاطر في بيع فكرتك، وكل ما انت قدرت كمان تجيب منتج ينفع الناس بشكل اكتر، الناس هتشتريه بشكل اكتر. ركز قوي في موضوع بيع فكرتك ده، عشان ده يا اما هيطلعك سابع سما او هينزلك سابع ارض. لان هنا احنا قدام طرفين، الاتنين عايزين يخرجوا كسبانين. الطرف الاول عنده فكره فاهمها كويس قوي وبيسوقها بذكاء عشان ياخد التمويل اللي هو محتاجه، والتاني صدق ان هو محتاج الفكره دي وان دي فرصته عشان ياخدها بتمن اقل كتير جدا من التمن اللي هتتباع بيه، لانه عارف ان هو لو دفع لك دلوقتي وانت لسه بتجمع التمويل هيدفع مبلغ اقل بكتير جدا من اللي هيدفعه لو البرودكت ده اتعمل له لانشنج. فكل ما اقنعت ناس اكتر ان الديل معاك هيخليك كسبان، كل ما جمعت مبلغ اكبر، حتى اكبر من اللي انت كنت عايزه في الاساس، زي اللي حصل مع كبسول 360، واللي كان بيسهل حركه الكاميرا للمصورين وصناع المحتوى ويخليهم يتحكموا فيها بكل سهوله، واللي قدرت تجمع فوق ال 593 ألف دولار، رغم ان مبلغ التمويل المطلوب كان 75 ألف دولار بس. صراحة الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل، بس لو نجحت فانت ضربت الثلاث عصافير بحجر واحد، مش عصفورين بس. عملت تسويق وماركتنج للمنتج بتاعك، اخدت كمان تمويل من الناس من غير ما يخشوا شركاء في الشركة بتاعتك، وبعت حتى منتجك قبل حتى ما تنتجه. والصراحة ممكن تبقى فرصة عمرك، زي اللي حصل مع سماعة الواقع الافتراضي اوكيولوس اللي اشتريتها فيسبوك ب 2 مليار دولار. دي كانت في الاصل مشروع حط واحد عنده 20 سنة في سنة 2012 على كيك ستارتر، وقدر يجمع ساعتها 2 مليون دولار و400 ألف. وعشان تتخيل معايا حجم مساهمة المنصات دي في المنتجات الجديدة في عالم التصوير، فكيك ستارتر لوحدها بس عليها اكتر من 13 ألف بروجكت في التصوير، وحرفيا هتلاقي بروجكتس وديفايسز ليها علاقة بكل حاجة ممكن تتخيلها في مجال التصوير، وكمان مش في مجال التصوير. الصراحة نقدر نقول ان منصات التمويل الجماعي هي حل سحري لكتير جدا من الشركات الصغيرة والستارت ابس في العالم كله، وحجمها بيزيد في السوق العالمي كل سنة. وكل ما ناس بتنجح اكتر انها تاخد تمويل من ناس اكتر، كل ما في ناس اكتر بتتشجع ان هي تحط افكارها عليه. انا عايز اقول لك كمان ان وصل حجم منصات التمويل الجماعي في السوق العالمي في 2022 ل 13.4 مليار دولار، وفي 2023 15.5 او 15.5 مليار دولار، ومتوقع انها في 2027 هتوصل ل 27 مليار دولار. انا عايز اقول لكم ان 27 مليار دولار دي هي ميزانيات دول كبيره. وهنا هيفضل السؤال، هل ممكن التمويل الجماعي يخلي الستارت ابس تسحب البساط من الشركات الكبيره بتاعت التكنولوجيا اللي كانت بتاخد وقت اطول عشان تعمل ريسيرش وديفلوبمنت الافكار جديده، وكمان ان هي تاخد الريسك انها تطلع التكنولوجيا دي للناس؟ ولا الاستحواذ هيكون سلاح الشركات الكبيره في المعركه دي؟